السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، جيتكم اليوم بعمل جديد. جيتكم بندانة شعر، هذه اللي طلبتوني كثير، يعني طلبوني بندانة الشعر. جبت لكم بندانة مختلفة اليوم وبغرزة جميلة وجديدة. قبل ما نبدأ العمل صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كثروا لي أخواتي التعليقات، وكثروا لي الجام فضلا وليس أمرا. إذا كما راكم تلاحظوا البندانة هذه مخدومة بلونين. لاحظوا، راح نعطيكم الحساب. إذا أنا استعملتها بخيط الصوف. إذا نبدأ على بركة الله. أول حاجة نوريها لكم هي الكروشي. أنا خدمتها بكروشي 2.5 أو 2.5 مليمتر. طبعا راح نخدموها في خيط الصوف. أنا ماش راح نخدم بندانة ثانية بنفس الحجم، ولكن راح نعطيكم الحساب اللي درته والطول اللي درته ونخدموها مع بعضنا. أول حاجة تخدميها على بركة الله. نبدأ بسم الله. نخدموا عقدة في الكروشي. بعد ما تخدمي عقدة في الكروشي راح تخدمي سلسلة متكونة من 30 العرض 30. واللي حابة تتعرض للبندانة، خاطر كاين ناس اخرين خدموهم يحبوا يلبسوهم عراض على البرد، يعني يديروهم على وذنيهم، تقدري تزيدي حتى 40. اذا راح نخدموا 30 سلسلة ونعاودوا نتلاقاو من جديد. انا راح نخدم لكم مجسم صغير فقط، ولكن راح نعطيكم الحساب هذا، يعني كي نتكلم على حساب هذا. اذا انا خدمت 30 سلسله. واش راح نزيدوا نرتفعوا الان؟ راح نحسبوا 3 سلاسل ونروحوا للسلسله الرابعه ونخدموا عمود بلفه، وراح نخدم سلاسل على طول السلسله هذه. ليس سلاسل، راح نخدم اعمده على طول السلسله هذه، العمود حذا العمود. إذا في جميع الفراغات راح تخدمي أعمدة. إذا راح نعمروا السلسلة كامل بالأعمدة. الآن راح ترتفعي بثلاث سلاسل اللي هما عبارة عن أول عمود، ثم سلسلتين اللي هما بالأعمدة، يعني ترتفعي ب5 سلاسل. تلفي العمل على الكروشي وتقلبي العمل. راح تخلي فراغ وتخدمي في الفراغ الذي يليه بين كل عمود وعمود سلسلتين هكذا، ونواصلوا حتى نكملوا آخر السلسلة. تحصلنا على مربعات كما راكي تلاحظي. راح ترتفعي أيضا ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نقلبوا العمل، نلفوا الخيط على الكروشيه، نقلبوا العمل، نروحوا الأول عمود ونخدموا فوقه عمود بلفة. الآن نخدم سلسلتين أيضا. ركزي معايا، نلف لفتين على الكروشيه ونروح للعمود اللي هو هذا الثاني ونخدم خلفه. راح نخدم غرزة باف ب4 لفات. إذا الأولى، الثانية، حاولي ترخفي يدك شوية، الثالثة، والغرزة الرابعة. خدمنا 4 لفات. راح تخرجي هكذا، يبقاو لك 3 في الكروشيه، تزيدي تخرجي 2 ثم 1. نخدموا سلسلتين، نعاودوا نسقموا العمل هكذا. نخدم في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة. إذا عمود في فوقه عمود فوقه غرزة باف. نلف لفتين، نعاودوا نخدموا واحدة مع بعضنا هكذا، 1 2 3 والغرزة الرابعة. 4 لفات. تخرجي من الكروشيه هكذا، يبقاو لك 3، تخرجي 2 ثم 1 وتخدمي سلسلتين. لازم يتبقى لك في الأخير عمودين هنا وعمودين هنا. نكمل نخدم العمودين بنفس الطريقة، عمود بلفة ثم عمود بلفة، ونعاود نرجع لكم. إذا رجعت لكم، هذا هو الشكل. الآن راح نرتفع أيضا ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نلف الخيط على الكروشيه ونلف العمل ونروح نخدم فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود سلسلتين. إذا هذه البندانة تاعي من الخلف. لاحظي هنا ثاني تخدمي عمود فوق كل عمود عمود كما قلت لكم. نواصل أنا حتى الأخير، واصلت حتى النهاية. لاحظي
الآن نرتفع أيضا بخمس سلاسل، 2 3 4 و5. نلف الخيط على الكروشيه لفتين. علاش لفتين؟ لأن الآن راح نعكسه، ما نخدموش فوق الباف. الآن علاش قلت لكم لازم عمودين في البداية؟ الآن راح تخدمي غرزة باف، ولكن ما كيش راح تخدميها في الدور هذا بعد مباشرة. الباف راح تخدميها في العمود اللي تحته، ليس في العمود هذا الفوقاني. العمود اللي تحته تخدمي غرزة باف. في الدور هذا خدمنا في نفس الدور لأنه ما كانش مربعات تحتهم. الدور الأول فقط اللي تخدميه غرزة الباف نتاعو في الدور نفسه. 3 4 رايحين نخدموهم بالعكس. العمود اللي خدمنا فوقه رايحين نديرو فوقه عمود، اللي خدمنا فوقه غرزة باف. لاحظوا معايا راح نفهمكم. الآن خدمنا غرزة الباف هذه، الآن اللي بعدها مباشرة عمود. العمود هذا وين جا فوق غرزة الباف. نحاول عمود بلفة وليس لفتين، سلسلتين، لفتين، ونروح للعمود ماش هذا اللي تحت، ونبدأ نخدم في غرزة باف جديدة. 2 3 4. نتمنى راني واضحة البنات. نحاول نخرجه غير بسلاسة. نزيد نخرج 2 هكذا، يتبقى 2، نخرج 2 سلسلتين، نعاود نرجع نخدم عمود فوق العمود. إذن رايحين نعكسه، مرة نخدمه في هذا ومرة في هذا. لاحظوا كيف يجي شكلها، تجي معكوسة. مرة خدمنا في العمود الأول ومرة في العمود الثاني، ولكن غرزة الباف تخدميها في العمود التحتاني كما فهمتك. نكمل غرزة الباف اللي بقات لي هنا. إذن هذا هو الشكل اللي رايحين نتحصلوا عليه. راح نرتفع بخمس سلاسل ونقلب العمل ونخدم فوق كل عمود عمود، بين كل عمود وعمود سلسلة واحدة. هذا هو طريقة العمل. لاحظوا معايا هكذا. إذا خدمت كما راكم تلاحظوا. هذا هو طريقة العمل. انتم تبالكم مفروغة ولكن تجي معمرة، وراح تواصلي تخدمي حتى توصلي ثلثين من الرأس. راح تقيسي ثلثين، يبقى ثلث راح تخدميه بلون آخر. لاحظوا هنا دخلت اللون الثاني وكملت العمل بنفس الطريقة. طبعا أنا مش راح نمدلكم القياس نتاع الرأس، كل وحدة والقياس تاع الرأس نتاعها أو تاع البنوتة اللي راح تخدم لها العمل هذا. إذن بقى نوري لكم كيفاش لصقنا الجهة هذه. راح نخدم، راح بعد ما تكملي العمل كما راكي ملاحظة احنا بدينا العمل تاعنا بمجموعة من الأعمدة، راح تكملي العمل طبعا بمجموعة من الأعمدة. لاحظوا النهاية كيف كانت عبارة عن أعمدة أيضا. لاحظي في الفراغ ندير عمودين وفوق كل عمود، أو ما نديروش أعمدة فوق الأعمدة، وراح تكملي وتعمريها للأخير. راح تديري محيط الرأس، راح تقيسي على راسك ولا على راس بنتك اللي راح تخدمي لها. والآن راح نخدم يعني نخدم لكم مسافة باش نوري لكم كيفاش تخيطوا المنطقة هذه. رجعت لكم بعد ما خدمت عدة أدوار. لازم تخدمي محيط الرأس، تخدمي قد دورة الرأس. الآن بعد ما خدمتي المربعات يعني آخر دور راح يكون كما قلت لكم في كل فراغ نخدم عمودين. راح نعمر الأعمدة في الفراغ ومن بعد نوري لكم كيفاش نخيطوها هكذا. وبعد ما تعمري الأعمدة هتخلي خيط طويل، هذا هو الخيط نفسه اللي هتلصقي فيه الإبرة التنظيف، الإبرة الخشينة هذه الخاصة بالصوف، وراح تخيطي به نفس الخيط هذا تخيطي به البندانة نتاعك. إذا راح نجيبوا البندانة نتاعنا، احنا نتخيلوا هذه بلي راهي حجم كبير. لاحظي بالطريقة هذه هذا الوجه نتاعها، راكي تشوفي بلي هذا الوجه نتاع البندانة نتاعنا. الآن راح نقلبوا الوجه، تشوفوا الخلف تاعها كيفاش. إذا هذا هو نقلب، هذا هو الأمام. اتفقنا نهزو هكذا. لاحظي تهزي طرفين البندانة تاعك وتعملي هكذا.
لازم على الأقل في النصف، لازم تجيبيها في النص هكذا التطبيقة وتدخلي هذه في هذه. لاحظي هكذا، أو تجيبي هكذا، ركزي معايا هكذا نطبقه، ركزي نطبق هذه هكذا ونطبق هذه هكذا، وراحين نخيطوهم الآن بالإبرة والخيط اللي راهم معانا لاصقين هنا، وراح تخيطيها بالطريقة هذه. فهمتوا علي البنات؟ لازم تهزي الأطراف في 4، ما تخلي حتى واحدة. راح هاك تخيطيها يخرج لك الشكل هذا اللي هو هذا. نوري لك هنا أحسن. لاحظي هنا من الخلف كيفاش خيطنا الأطراف. نعاود هكذا، هذا هو الشكل هكذا. حكمت الأطراف في 4 وبالإبرة والخيط، ومن بعد تولي تقلبي وتسقميها. هذا هو شكلها. هذه الطريقة اللي خيطنا بها البندانة هذه. نتمنى يا رب درس اليوم كان واضح. نتمنى البنات اللي طلبوا مني بندانة نقول لهم هاني خدمتها لكم، وان شاء الله مازال نزيد نخدموا عدة اشياء بالصوف مع بعضنا، عدة حوايج، بندانات، بلكليغونات، صديق كل مرة كيفاش الموديل اللي ننزلوه. وفي الاخير نقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.